سيدنا يوسف طفل ذات جمال غير طبيعي، وكان ذات ذكاء وفطنة، وكل من يراه يحبه. وحين ماتت أمه عند ولادة أخيه بنيامين، أخذه سيدنا يعقوب لأخته لتربيه، وأوصاها به، لأنه كان أحب أبنائه إليه، وكان لا يقدر على فراقه، فأحبته حبا شديدا، وكانت لا تقدر على فراقه ساعة واحدة. وحين كبر وأصبح فتى، أراد سيدنا يعقوب أن يأخذه، فقالت له أخته أن يتركه عندها عدة أيام حتى يأنسها، وأخذت بعضا من أشياء سيدنا إسحاق جد يوسف، ووضعتها على وسط يوسف وهو نائم، ثم قالت إنها سرقت منها أشياء سيدنا إسحاق. وكان في مذهبهم صاحب السرقة يأخذ السارق له، فأخذت سيدنا يوسف ليعيش معها بدهاء شديد، لأنها كانت تحبه ولا تريد الاستغناء عنه. وظل عائش معها حتى ماتت، ثم عاد إلى أبيه سيدنا يعقوب. ولما رأى إخوة يوسف حب أبيه له حسدوه وغاروا منه. وذات يوم رأى يوسف مناما أنه يرى 11 كوكبا، والشمس والقمر يسجدون له، فأخبر أبيه بالمنام، فقال له سيدنا يعقوب بألا يخبر أحدا بما رأى، حتى لا يغير منه إخوته ويأذوه، لأنه علم أن معنى المنام أن الله اختار وميز يوسف عن إخوته وعن أبيه، وسيتعلم تأويل الأحاديث. ولكن سمعت زوجة يعقوب منام يوسف، وأسرعت إلى إخوته وأخبرتهم، فازدادوا حسدا وكرها له، وقالوا إن الشمس هي أبانا، والقمر هي أمنا، والكواكب هي نحن، وأن أبانا فضله علينا هو وأخيه بنيامين. وقال قائلا منهم أن يقتلوا يوسف أو يطرحوه أرضا حتى يخلوا وجه أبيهم لهم ويستغفروا الله بعد ذلك. فقال قائلا منهم وهو يهودا: لا تقتلوا يوسف، لأنه ذنب عظيم، والقوه في الجب حتى يلتقطه السيارة ويذهبون به بعيدة. وأخذ عليهم العهود بعدم قتله، فذهبوا إلى أبيهم وطلبوا منه أن يرسل معهم يوسف حتى يلعب معهم غدا. فخاف يعقوب عليه وقال لهم: إني أخاف أن تذهبوا وتنسوه فيأكله الذئب وأنتم لا تشعرون. فقالوا له: لن يأكله الذئب، ونحن جميعا معه، وسنحافظ عليه. فأطمئن لهم. وقال له يوسف إنه يريد الذهاب معهم، وأرسل سيدنا يوسف معهم. وعندما خرجوا إلى الصحراء بدأوا يضربونه، ويستغيث يوسف بأعلى صوته، وأخذ يتبادلا عليه الضرب حتى كادوا أن يقتلوه. فقال لهم: يهودا، لا تقتلوه، وإني آخذ عليكم عهودا بأن لا نقتله. فخلعوا عنه قميصه وربطوه والقوه في البئر. فطلب منهم يوسف أن يستتر بقميصه، فسخروا منه وقالوا: أدعو الشمس والقمر وال11 كوكبا يؤنسك. ورموه في البئر حتى يموت، ولكن كان به ماء فأنقذه. وكان قميص يوسف مليئا بالدم نتيجة ضربهم له. فذهبوا ليلا إلى أبيهم يعقوب يبكون، وقالوا له: إنا ذهبنا نتسابق، وتركنا يوسف عند امتعتنا فأكله الذئب. فلم يصدقهم يعقوب، وقال لهم أن يروه قميص يوسف. فلما رآه قال لهم: كيف الذئب أكله؟ ولم يقطع قميصه، فأغشى مغميا عليه. ولما فاق أصبح يبكي ويشم القميص. وخرجوا صباحا يبحثوا عنه، ولكنهم لم يروه، وأعماهم الله عن البئر لحكمة سنعلمها لاحقا. وظل يوسف في البئر 3 أيام، ثم أتى الناس المسافرين
فأرسلوا رجلا يسقي لهم الماء من البئر، فوجد يوسف فأخذه لهم. وكان حينها أتى يهودا ليعطي له الطعام، فلم يجد يوسف، وبحث عنه فوجده مع هؤلاء المسافرين، فأسرع إلى إخوته ليخبرهم بما حدث. فذهبوا جميعا إلى المسافرين وأخبروهم أنه كان عبدا عندهم، وخاف يوسف منهم أن يحكي الحقيقة، فباعوه لهم بسعر قليل جدا. وهنا نجحت خطة إخوته بأن يبعدوه عن أبيه، وذهب به المسافرين إلى مصر. ولما وصلوا مصر عرضوا يوسف للبيع في سوق للعبيد. وكان يوسف فتى جميل المظهر وذو ذكاء شديد، فرآه عزيز مصر فاشتراه وأخذه لمنزله، وقال لزوجته بأن تتخذه ولدا لهم عسى أن ينفعهم. وبدأ يكبر يوسف في بيت وزير مصر، وآتاه الله قوة وحكمة، وكان يوسف أجمل فتى على وجه الأرض. وعندما كبر وأصبح شابا أعجبت به زوجة عزيز مصر، وأصبحت تراوده عن نفسه حتى أدخلته غرفتها وأغلقت الأبواب عليهم، وقالت له: هيت لك. فقال لها: إن زوجك أكرمني وأحسن تربيتي، فمعاذ الله أن أخونه وأن أكون من الظالمين. فأصبحت تغريه أكثر وتقول أجمل الكلام عنه وتقرب منه، حتى كاد أن يضعف يوسف. ولكن أرسل الله له وحي يحذره الزنا وغضب الله، فابتعد يوسف سريعا وهرب ناحية الباب يفر منها وهي تجري وراه حتى قطعت قميصه. وعندما خرج من الباب رآه رجلا من أهلها وكان ابن عمها، فقالت له سريعا أن يوسف حاول أن يراودها عن نفسها ويجب أن يسجن. فقال يوسف: بل هي راودتني عن نفسي، وعندما هربت منها قطعت قميصي. فأراد الرجل معرفة الحقيقية، فقال طفلا من أهلها إن كان قميص يوسف قطع من الأمام، فصدقت هي، وإن كان القميص قطع من الخلف، فإنه كان يهرب وهو صادق. وعندما رأى الرجل القميص قطع من الخلف قال لها: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. وعندما أتى زوجها عزيز مصر قال ليوسف أن يحفظ سره، وغضب من امرأته وقال لها أن تستغفر لأنها من الخاطئين. ولكن بدأت النساء تتحدث عن ما حدث سريعا في القصر والمدينة، فعلمت زوجة العزيز فأرسلت إلى هؤلاء النساء تدعوهم، وأعطت لكل واحدة سكين تقطع بها الطعام، وأمرت خدامها أن يجعلوا يوسف في أحسن صورة من الثياب والمظهر، وأمرت أن يخرج يوسف عليهم وهم جالسين. فأخذ النساء ينظرون إليه ويقطعون أيديهم بالسكاكين وهم لا يشعرون من شدة جمال سيدنا يوسف. فقالت لهم: إن هذا الذي لمتوني فيه وأنا راودته عن نفسه، وأن لم يستجيب لي سأدخله السجن. وبدأت النساء تراوده عن نفسه كثيرا، فدعا يوسف إلى الله أن يذهب إلى السجن حتى لا يضعف من كيدهن، فاستجاب له الله. وأخبرت زوجة العزيز زوجها بأن يرسله إلى السجن، لأن بسببه فضحت بين ألسن النساء، فأرسله عزيز مصر إلى السجن ظلما. ودخل يوسف السجن وكان معه فتيان، أحدهما كان خادم طعام ملك مصر، والآخر كان ساقي ملك مصر، وكانوا متهمين بتسميم الملك. وكان يوسف محبوبا بين الناس في السجن، ويعلمهم من حكمته ويفسر لهم الأحلام. وذات يوم رأى الخباز والساقي منامين،
فرأى الخباز أنه يحمل الخبز وتأكل الطير منه، ورأى الساقي أنه يعصر الخمر، فذهبا إلى يوسف ليخبرهم بتفسير الحلمين، فلم يريد أن يخبرهم يوسف في البداية، ولكنهم أصروا، فقال لهما: إن الساقي فسيسقي الملك الخمر، وأما الخباز فسيصلب وتأكل الطير من جسده. وهذا ما حدث، فصلب الخباز، وخرج الساقي من السجن وذهب ليسقي الملك. وقال يوسف له أن يذكر قصته، وظلم امرأة العزيز له عند الملك حتى يعفو عنه، وأنسى الشيطان يوسف. ذكر الله فأنسى الله الساقي ذكر قصة يوسف. وطال سجن يوسف 7 سنوات أخرى، وكانت فيهم تأتي امرأة العزيز إلى السجن لتجعل الحراس يعذبون يوسف، وتراه معذبا.